أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جبنة مقلية، بس مش أصابع جبنة مقلية اللي هي الموتزاريلا، لأ، جبنة رومي مقلية. تعالوا نشوف عملناها ازاي، زي بتاعة المطاعم والمحلات بتاعة الفول والطعمية المشهورة. بجد بتتباع وطعمها تحفة جدا. هنبتدي لو جايبين قطعة الجبنة كبيرة، هنبتدي نقطعها قطع تكون سميكة شوية غير الشرايح اللي بنعملها في السندوتشات العادية. ولو هتخلي الراجل يقطعها لك ممكن تقوليله يقطعها لك سميكة شوية عن التقطيعة المتعارف عليها في السندوتشات العادية. وطبعا عايزة تقطعيها على شكل مستطيل، على شكل مثلث، زي ما تحبي، مش هيفرق خالص شكل التقطيعة في الوصفة بتاعتنا. هحتاج بعد كده بضاية عليها شوية لبن صغيرين ورشة فلفل. طبعا احنا مش محتاجين نحط ملح لاننا عارفين ان الجبنة الرومي بيبقى ملحها زيادة شوية، فمش لازم ابدا نحط ملح على البيض. هبتدي احط البقسماط بتاعي والبيض، خلاص انا قلبته مع اللبن والفلفل كويس قوي بقى جاهز. هبتدي بقى احط الجبنة الرومي في خليط البيض واللبن واطلعها في البقسماط زي ما بنعمل البانيه بالظبط، بس اتأكد ان البقسماط مغلفها كويس قوي من كل الجهات. وده كده شكل طبق الجبنة الرومي بعد ما غلفناه كويس قوي بالبقسماط. ممكن نسيبه في التلاجة شوية، نص ساعة ولا حاجة، وبعدين نبتدي نقليها في الزيت. أول ما الزيت يبتدي يسخن هبتدي أنزل بقطع الجبنة البانيه أو قطع الجبنة المقلية اللي بتاعتنا. هبتدي أنزل بيها، وطبعا أنا الزيت كنت عاملة فيه بلح الشام، فعشان كده عامل الفقاعات دي مطرح البيض بتاع بلح الشام. وهنا الجبنة ابتدت تاخد لون ذهبي حلو كده. طبعا مش بستنى عليها كتير، هي يدوبك اساسا لان هي مستوية، ما فيهاش حاجة هتستوي غير بس البيض، والبيض مش بياخد وقت ابدا. خدت اللون الذهبي الحلو ده، وطبعا ساحت من جوه وطعمها بجد خرافي. انا مش عارفة اقطعها لكم لانها الجبنة لما بتبقى سايحة بتبقى سخنة جدا. تعالوا بقى هنعمل احلى واطعم ساندويتش جبنة مقلية، بجد طعمها خرافي وزي بتاعت بره بالظبط، وارخص كمان لانها بقت غالية جدا قوي. عايزة تستعملي كايزر، عايزة تستعملي فينو، عايزة تستعملي العيش الابيض، براحتك خالص. زي ما تحبي يعني، مش هتفرق. انا جبت كايزر وجبت فينو على حسب المتاح عندك.
فتحنا العيش بتاعنا وهنبتدي نحط فيه ده مايونيز، وهبتدي افرده في الساندوتش كده عشان يبقى في كل قطعة طعم يعني الصوص. بجد هو ساندوتش طعمه حلو قوي، بس طبعا دسم جدا، فمش لازم نعمله طول الوقت، يعني ممكن نعمله كده كل فترة مع الفطار، يعني بعد الظهر كده ممكن، بس ما نكترش فيه. ضفنا كمان الكاتشب، وهنبتدي برضو نفرده زي المايونيز بالظبط، وبعدين نحط الخضار بتاعنا. هنحط الطماطم والكابوتشا وكده، يبقى دول اساسي الساندوتش بتاع الجبنة المقلية زي بتاع بره بالظبط. انتي طبعا حد بيحب الكابوتشا، حد بيحب الطماطم ما بيحبهاش، عايزة تضيفي مكون تاني ترجع لك تماما براحتك خالص زي ما بتحبي الطعم يعني، بس ده الستاندر بتاعه. ودي قطعة من قطع الجبنة، انا طبعا استنيت لما تبرد لان الجبنة زي ما قلتلكوا وهي سايحة بتبقى سخنة جدا، فعايزة اقطعها معاكوا كده، بس للأسف ما شدتش معايا قوي لانها كانت بردت. ودي كانت الجبنة المقلية بتاعتنا، وساندوتش الجبنة المقلية او الجبنة البانيه، جبنة رومي مقلية. صدقوني هيعجبكوا قوي، وخاصة الناس اللي بتحب التيكاواي والمقليات والبانيهات هيعجبهم جدا جدا، انا واثقة. جربوا قولولي في التعليقات. ولو الفيديو بتاعي النهاردة جبنة رومي المقلية وساندويتش الجبنة البانيه عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة. بحبكم، سلام عليكم.